السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غندير معكم السفة ديال الروز. عندي هنايا الكمية اللي بغيتو. عندي هنا الروز بيض كلاصي، ماشي داك الصفر اللي كيديروا في السلطة، هاد البيض طويل. عندنا هنايا عواد ديال القرفة، عندنا الملح، عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. دابا غنغسل الروز باش تحيد منه ديك النشا. نبقى نغسل حتى ما يبقى يولي الماء صافي. انا بغيت نشارك معكم الغسله الاولى. شوف بحال فيه الحليب. دابا غنصفيه وغنعاود نغسله حتى يولي الماء صافي هاد ديال الروز. هنا من بعد ما غسلت الروز حتى صفى، هنا عندي انا كيلو ديال الروز. اللي بغى يدير نص كيلو راه تيعطي كميه كثيره. نص كيلو كافي تقريبا 8 الناس. دابا غندوزو نديرو الماء يغلى ونديرو فيه الروز. هنايا درت الماء حتى غلى، غندير فيه الملحه، وغندير فيه ديك المعلقه كبيره ديال الزبده، وندير جوج عواد ديال القرفه، وندير الروز. غنضيف الروز هنايا. دابا ملي غتبدا تطلع الغاليه غنحسب ليه شحال غياخد لينا في الطياب. دابا حنايا مره تنحركو على هذا الشكل باش ما يلتصقش في البرمه ولا في اي حاجه درتوها. دابا انا غنخليه يغلى، مره نقلب الحبه واش بدات كطيب، حيت الا غنقولوا المده ديال الطياب حيت على حساب النوعيه ديال الروز. ما يكونش خاصوش يطيب مزيان، يطيب نص طيبه ونحيدو. المهم تنتلاقى معكم اللي غادي. هنايا من بعد بدا كيغلى الروز، حيت دابا مثلا عندنا زلافه ديال الروز خاصها 2.5 زلافات ديال الماء. خاص الروز يكون الماء غالب على الروز على هذا الشكل. وبالنسبه للوقت على حساب الروز، ما خاصوش يتسلق حتى يطيب. مره تهزي الحبه على هذا الشكل، الا بقات خضره من الوسط وطيبه من الفوق بارك عليها. هنا دابا الروز عندنا تسلق نص سلقه على هذا الشكل. دابا غنصفيه. من بعد ما صفيته مزيان دابا غنديرو هنا حتى يبرد، وغندير ليه غير فوره واحده. خليه حتى يبرد مزيان ونرجع ليه. ها هو الروز من بعد ما فار. ضفت ليه الزبده، غنلبسو مزيان بالزبده. من بعد ما لبست الروز بالزبده دابا ضفت ليه 2 معالق ديال الحليب مجفف، وغنحركو شويه وغندوزو للتزيين. تزيين اختياري. انا زينته باللوز هاشي وشويه د القرفه وشويه ديال السكر كلاصي، وزينته بالحليب محلى.